السلام عليكم. يوم أمس كل إعلام ميليشيا الدعم السريع مركز على خبر واحد فقط، ألا وهو بأنه ميليشيا الدعم السريع بتمنح القوات المسلحة والقوات المشتركة وقوات قشن قوات الدفاع عن النفس المستنفرين وكل القوات الموجودة في مدينة الفاشر 48 ساعة، أي يومين، إنهم يستسلموا ويعملوا لهم خروج آمن قبل إنهم يجي يجتاحوا المدينة. طبعا دي أمر مضحك جدا، ودي كذبة، بحكم انه ميليشيا الدعم السريع استهدفت مدينة الفاشر بأكثر من 170 هجوم، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل الهجوم ده فشل، واستطاعت القوات المسلحة والمشتركة بأنها تنتصر مرارا وتكرارا. لكن الشيء المعقد والأمر اللي خفي، ميليشيا الدعم السريع بيحاولوا يصنعوا خبر كاذب ويخلوا الناس تنشغل به، وعلى أساس إنه يعملوا تغطية لحقيقة الأمر، ألا وهو إصابة عبد الرحيم دقلو في معارك الصحراء. في معلومة مؤكدة، وميليشيا الدعم السريع وإعلامهم بيعلموا تماما بأنه حروب عبد الرحيم دقلو من الصحراء ما كان بسبب أنه يعني تراجع أو بدري غير القيادة، إنما في إصابة جاته في المعارك اللي كانت في الصحراء أول أمس. دي معلومة بإذن الله سبحانه وتعالى هيتم تأكيدها بشكل رسمي، ونتمنى أنه الإصابة دي تكون هي نهاية عبد الرحيم دقلو اللي كان متواجد في الصحراء. بالمناسبة، في بعض الشك بدأ يدخل في قلوب الناس بحكم انه الميليشيا دائما بيكرروا الطروحات بتاعتهم في الميديا بان احنا حنعمل. يا جماعة، مدينة الفاشر دي طلع اعلن الوليد مادب بانها حتسقط في ايام، حميتي تحدث بانها حتسقط في ايام، قبل فترة شاهدت بانهم حيتكلموا وقالوا هم على بعد امتار من قيادة الفرقة السادسة مشاة. كل الكلام ده يا جماعة عبارة عن حرب نفسية، وللأسف قاعد تجيب مفعولة في بعض المرجفين وفي بعض الناس اللي بتستغل المعلومات بتاعتها من إعلام ميليشيا الدعم السريع. بإذن الله سبحانه وتعالى مدينة الفاشر صامتة وما حيحصل أي شيء، وتأكدوا تماما كل الهجوم اللي بيقوموا به ميليشيا الدعم السريع قاعد يفشل. بيحاولوا جاهدين في الصحراء بأنه يفتحوا الطريق اللي بيربط السودان مع ليبيا، وكل المحاولات بتاعتهم دي فشلت، لأن القوات المسلحة والقوات المشتركة هناك بيسيطروا على كل زمام الأمور، والطيران شغال فوقهم جلد مدة 24 ساعة. حتى امبارح في قوة من ميليشيا الدعم السريع خرجت من مدينة الفاشر وكانت بتحاول إنها تهرب إلى مدينة نيالا، تم ضربهم بالطيران وتم قتل أكثر من 93 مرتزق. القوات المشتركة يوم أمس في بيان أعلنت بأنها قتلت أكثر من 870 جنجويدي في معارك الصحراء. الأرقام اللي أنتم بتسمعوها دي في البعض منكم بيظن إنه ده تضخيم ودي مبالغة، لكن دي حقيقة الأمر. أنتم لم تعلموا ماذا تفعل المشتركة في الجنجويد في صحاري دارفور. والله الشيء اللي قاعد يحصل هناك ده يعني بينهي ميليشيا الدعم السريع، ودي نهاية ما يسمى بميليشيا الدعم السريع بإذن الله سبحانه وتعالى. ميليشيا الدعم السريع حشدت كل قواتها المرتزقة من ليبيا، وعلى فكرة دي اعتراف رسمي بأن دولة ليبيا قد تدعم ميليشيا الدعم السريع، فلا يمكن أنك تسمح لقوات معادية لدولة تجي تستخدم مطاراتك وتجي تستخدم أراضيك. وبإذن الله سبحانه وتعالى السودان هياخد حقه، وزي ما ذكر القائد العام كل شيء بوقته، ونحن بنحاسب الجميع. وأيضا رسالة لنسور الجو ومطار نيالا، حتى الآن ميليشيا الدعم السريع تستخدمه، ورجاء خاص سجلوا زيارة للمطار ده على أساس إنه يقيف ويخرج من الخدمة للأبد. لا تنسوا تشيروا المقطع. شكرا لكم جميعا.